السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معي في قناتكم مطبخ ليليا. اليوم غادي نقدم لكم جوج اشكال من صابلي بريستيج كيصلح لاعياد الميلاد او للسبوع، وممكن كذلك ترافقوه مع هاد الحلويات وتستفوهم في التبصيل. هذا هو الشكل ديالهم، ونخليكم مع طريقه تحضير وطريقه تزيين. بالنسبه هنايا للعجين ديال صابلي، انا دائما كنستعمل نفس العجين اللي عطيتكم من اول مره. غنخلي لكم رابط الفيديو بالتفصيل ديال العجين ديال صابلي وكيفاش باش تنجح لك 100%. غنخلي لكم في الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. هنايا هاد المرشم هادو هما المرشم اللي لقيت جدادين في السوق، وكاينين واحد اخرين غنقدمهم لكم في فيديو اخر باش ما يجيش الفيديو طويل. كنسرح العجين. هنايا العجين بالنسبه لي انايا عزيز عليا صابلي يكون رقيق، ما يكونش غليظ بزاف، فانتوما على حسب كل واحد والذوق ديالو. وبالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند، فصابلي الا كان رقيق شويه ماشي بزاف تاني تقتلوه، كيكون زوين ومع التزيين راه كيوزن مزيان. هنايا من بعد ما كنطبع كاع الشكيلات اللي بغيت كندخلهم الفران على 160 170 درجه حتى كيطيبوا ويتحمروا ليه الجناب، وكنخرجوا. بالنسبه لهذا العجين هذا راه ما كيجلسش في الثلاجه، كيتخدم في ساعته. هانتوما غتشوفوا الشرح ديالو في الفيديو. هنا من بعد ما طاب صابلي وجمعناه برد، غادي ندوزو لطريقه التزيين. هنايا بالنسبه لهذا الشكل هذا بغيت شويه نبدل فيه على الاشكال اللي هما مألوفين. غادي نزينوها بعجينه الشوكولاته اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كاينين جوج في القناه، كاينين جوج انواع ديال عجينه الشوكولاته. نتوما اختاروا اللي تقدروا ديروها وتنجح معكم 100%، هي اللي فيها جوج مكونات فقط. اما الاخرى فكي تحتاج منكم خبره اكثر، ما تقدرش تصدق المبتدئات. هادو هما البلاستيك اللي غنديروا فيهم الشوكولا، كيجيو على نفس الشكل ديال المرشم. غادي نعمروهم وكندخلوهم للمجمد حتى كيقبضوا راسهم وكنخرجوهم. بالنسبه هنايا الحشوه او التلصيقه اللي غادي نلصقوا بها صابلي، فانا اختاريت درت 2 معالق ديال النباج مع معلقه ديال الجليكوز ونكهه السيترون او نكهه الحامض. هي مطلوبه بزاف وتيبغيوها الناس بزاف وكتجي بنينه في صابلي. هنا 2 معالق نباج كبار ومعلقه جليكوز باش يجمد ونكهه السيترون. وغادي نلصق كيف كتشوفوا معايا دائما في الفيديوهات. كنلصق صابلي انا وحده على ظهر الاخرى، ما كنلصقهمش عاطين وجههم بعضياتهم باش كيعطيوني واحد الفوليوم وكيكونوا مقادين، ما كيكونوش مفطحين ملي كتحطيهم. صافي. وغادي ندهن هذاك الوجه من الفوق حيت غادي نلصقوا عليه هذاك الشوكولاته. خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا هاد عجنه وحده ديال 250 غرام ديال الزبده شحال كتخرج ديال صابلي بالنسبه للناس اللي كيبيعوا اللي كيخدموا لي كوموند. بعد ما كنلصق هذاك الشوكولا هنا، في عوض انني ممكن تكبوا شويه من هذاك الخليط الوسط وتخليوه فقط، ولا ممكن ديروا هاد الورده هذه اللي درنا بعجينه الشوكولا. غادي ناخذ عجينه الشوكولا تكون بيضه ما نلونوهاش، اولا ممكن تزيدوها اللون الابيض. بالنسبه اللي كيكون عنده دائما مشكل مع الشوكولا، فمن الاحسن ياخذ الشوكولاته ديال كالا، هي كتكون فيها اصلا الزيت، وملي كديرها تذوب ما كتبقاش قاصحه، كتذوب في ساعه وكتولي جاريه. هنا غادي ناخذ هذا المرشم هذا غندير به واحد الوريضه، وغادي نحاول غير نسرحها واحد شويه. ونجيب هاد الورده ديال السيليكون، هذه خديتها ب25 درهم، ممكن تلقاوها حتى ب20 درهم على حسب الناس اللي كيبيعوها. وكنضغط هاد الشكل وكتعطيني واحد الورده مرشومه، كتكون الشكل ديالها زوين.
بالنسبه هنايا للاثمنه للناس اللي بغاو يخدموا هاد الصابلي هذا وبغاو يبيعوه، هاد الشكل هذا بالذات فيه شويه الخدمه، كيقبط اليد الا كانت كميه يعني يكون كيلو فيه ولا بغاو فيه الناس 2 كيلو، فكيكون هو زايد شويه ثمن، يعني من 80 درهم حتى ل 90 درهم، حيت فيه عجينه الشوكولاته او ميم طون فيه الخدمه بزاف، كياخد الوقت وكيشد اليد. صافي، وكندير واحد شويه ديال هذاك الخليط، ممكن تخليوها غير هكا كتعطي منظر، وممكن ديروا فيها هذاك العقيقات، راه كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. غادي نديرها الوسط، وباش نكسر هذيك البيوضه ديال الشوكولا وعجينه الشوكولاته غادي نجيب واحد شويه ديال الملمع الذهبي، هذا يكون فاتح ما يكونش غامق، ولا نتوما واللي كتفضلوا. وهاد العقيقات هما اللي استعملت كيكونوا شويه كبار. صافي، وكان بواسطه واحد البانسو ولا ريشه كنحاول انني ندير فقط الاطراف، ماشي نصبغها كامله، ندير غير الاطراف وندير شويه ديال البريون في الشوكولا من الجناب. صافي، وكيكون الشكل ديالنا وجد. بالنسبه اللي عنده كذلك واحد الحاجه نشير ليها مشكل مع الشوكولا، انا ملي كنكون بحال هكايا مزروبه وكنكون ديجا خدمت الفران تيكون خرجت منه صابلي وعندي شي شكل فيه الشوكولات، كناخذ واحد الزليفه كندير فيها الشوكولا وكندخلها لهذاك الفران اللي هو سخون وطفيتو، ما كنجي فين نلصق صابلي حتى كيذوب الشوكولات، كنخرجو كنخدم به بلا ما نحتاجو هذاك حمام مائي. هنا بالنسبه لهذا الشكل هذا داير بحال الايس كريم، ها هو الطبع ديالو. نسيت ما وريتوش لكم فاش كنت كنطبع العجينه، بنفس الشكل تنطبعوا العجينه وكنطيبوا صابلي وكنحتفظوا به ملي يبرد. هذا هو البلاستيك اللي غنديروا فيه الشوكولا، غادي نحيد وحده. من الاحسن انكم ديروا الفوق هكا، هاد الغوز هذا جا اللون ديالو زوين، ديروا الوان فاتحه مع البيض كيعطي واحد المنظر رائع. الا درنا الكحل ما كيعطيش واحد الجماليه للحلوه. صافي، وكنلصق صابلي بنفس هذاك الشكل بنفس التلصيقه اللي درنا، وكندير عليه من الفوق وكنلصق عليه هذاك الموتيف ديال الشوكولا بهذا الشكل، باش نعطيه واحد جماليه غير يبان بحال زعما بحال هذوك الايس كريم اللي كنشريو. غادي ناخذ هذا كيف كتشوفوا راه درت عليه شويه ديال الفيرميسيل ملون، غير شويه غير يقبط يبانوا فيه غير الوينات. انتما تشوفوا معايا في هذا الشكل هذا، وغنوري لكم لا مارك ديالو. غادي ندوز هذاك الفوق ديالو غادي نديرو في النباج، هانتوما الا شفتوا، وغادي نجيب هذاك الفيرميسيل الملون، راه كيتباعوا باكيطات هذا، وغادي نهز منه شوي وغادي نرشو من فوق هذاك الموتيف، يلصق غير شويه في هذيك البلاصه اللي فيها هذاك النباج، وما نكتروش بزاف باش ما يجيش مشارجي. بغينا حنايا غير 2 ولا 4 كاع الا لصقوا راه مزيان. صافي بهذا الشكل هذا، وتيكون صابلي ديالنا هكا وجد. وغنكملوا الكميه كامله ونتلاقاو. بالنسبه هنايا باش نشرح لكم الطريقه اللي درت بها هذاك الشوكولاته اللي هو اللون الوردي، ما كانش متوفر عندي الملون ديال الشوكولاته. اشنو درت؟ خديت شويه من الشوكولا الابيض درته في زليفه بوحدو، خليته حتى دفى ما يكونش سخون نهائيا باش ما يخسرش. وكانت عندي النكهه ديال الفراوله، خديت شويه من هذاك النكهه ديال الفراوله اللي هي جيل ماشي سائله. الا درتو السائل الملون سائل غادي يخسر لكم هذاك الشوكولا، والا درتو ملون غبره من غير الخاص بالشوكولاته ما غاديش يلون لكم الشوكولا. خديت النكهه ديال الفراوله وانا ندير واحد شويه في هذاك الشوكولا وحركت مزيان، ودرتها في واحد
القمع بلاستيكي، ودرت في هذيك البلاصه اللي فيها هذاك الفوق ديال الايس كريم فقط. وفي نفس الوقت هذيك النكهه ديال الفراوله كتعطيه واحد المذاق لذيذ لهذاك الشوكولا، يعني هي حسن من الملون، كيعطيك حتى المذاق. صافي هنايا بنفس الطريقه كيف قلت لكم كندهن هذاك الفوق، وكندير عليه هذاك الفيرميسيل، ومن بعد ملي كنبغي نهزهم نستفهم كنسوسو شويه باش كيبقاو غير شي وحدينات، ما يجيناش مشارجي بزاف كيف قلت لكم في الاول. هنايا كيف قلت لكم كناخذوا هذيك الشوكولاته البيضاء، ومن الاحسن اللي عنده مشكل مع الشوكولاته ياخذ النوعيه ديال الكالا. اللي ما لقاهاش الشوكولا ملي يشوفها ما بغاش يذوب ليه اولا بقات خاطره يزيدها من معلقه حتى لجوج معالق ديال الزيت النباتي، راه كترخيها وفي نفس الوقت كتخليها كتجمد من بعد. صافي كنحاولوا بهذه الطريقه هذه بهذا القمع البلاستيكي نديرو هذاك الشوكولا باش يبقى ما يخرجش لينا لهذيك الجهه الاخرى، نديرو غير الطرف اللي بغينا. وبنفس الطريقه كيف قلت لكم كنديرو لهذيك الشوكولاته بنكهه الفراوله من الفوق، وكنديروهم في المجمد، راه ما كياخذوش الوقت نهائيا باش يجمدوا. من الاحسن نسبقوهم هما الاولين نحيدوهم عاد باش نزوقوا صابلي، نحتفظوا بهم في الثلاجه هكا يبقاو شادين راسهم. وبالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند بغاوها في الصيف والشوكولا كتذوب لهم، راه كاينه عجينه الشوكولاته ديال الجليكوز راه كتجي زوينه في هاد لي موتيف. هادو هما الاشكال اللي حصلنا عليهم، كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي زوين وكيجي راقي هكا في اعياد الميلاد كيف قلت لكم اولا في السبوع. بالنسبه لهاد الكميه هادي راه خرجت ليا في العبار بالنسبه للناس اللي كيبغيو يبيعوا 2 كيلو، يعني هاد 250 غرام ديال الزبده عجنه وحده مع التزيين خرجت ليا 2 كيلو ديال الحلوه ديال صابلي. عندكم هاد الشكل اللي فيه الورده كيف قلت لكم راه كياخذ شويه الوقت وكيشد اليد وفيه عجينه الشوكولا من 80 حتى ل 90 درهم على حسب المدينه اللي ساكنه فيها، وهادو راهما عاديين راه 70 درهم اللي كيدير صابلي. كنتمنى ان فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والا كنتو بغيتو فيديوهات اخرى بحال هذا الشكل هذا ما عليكم ما تخليو لي تعليق على الفيديو وجيم للفيديو ان شاء الله. الا طلع هذا الفيديو غادي نحط لكم فيديوهات اخرى من هذا النوع.